بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات والأخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت العرب: لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. يبدو أن ما قلناه وما كتبناه سابقا لم يزد المعاندين والجاهلين إلا جهلا وعنادا، ويبدو أن ما أوضحناه سابقا من نقاط لم تزد بعض المتخرصين إلا تخرصا، وذلك لأنهم قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في المقدمة نتحدث مرة ثانية عن موضوع الاعتداء على بعض البرلمانيين ومنهم عمار طعمة. أخواني الأعزاء، السياسي المضبوط المحنك صاحب الدربة والحصافة ينبغي عليه أن ينتبه إلى أدق التصريحات وأبسط التصريحات التي تأتي من الجهة المقابلة. السيد مقتدى الصدر وهو يقود هذه الملايين من الصدريين وغير الصدريين، من الصدريين الشرفاء ومن العراقيين الشرفاء الذين تظاهروا واعتصموا، قال في خطابات عدة بأن الشعب هذا اليوم على أبواب الخضراء وغدا فيها. كان ينبغي على السياسيين المتسيسين اللصقاء بالسياسة، ينبغي عليهم أن ينتبهوا لهذا الخطاب ويعرفوا بأن هذا الرجل لا يقول شيئا عن فراغ، لأنه لم يقل سابقا شيئا عن فراغ. كان عليهم أن يحتاطوا لهذا الأمر. صحيح نحن نقول بأن الاعتداء على البرلمانيين والاعتداء على الوزراء أو غيرهم لا يجوز ما لم تثبت إدانتهم وما لم تحقق الجهات المختصة معهم وتثبت إدانتهم. ولكن رغم أن المتظاهرين والذين دخلوا المنطقة الخضراء ودخلوا بناية البرلمانيين كانوا والله كانوا حضاريين وكانوا مؤدبين وكانوا من ذوي الأخلاق الراقية، وقام الأخوة والأبناء الشرفاء الأجلاء من أبناء التيار الصدري بحماية الممتلكات ومنع بعض المندسين من أن يعبثوا بها، وقاموا بحماية البناية وحماية بقية البنايات، رغم أنه هي بناية غير مقدسة يعني بالمناسبة، ولكن كانت هذه الحماية لكي يردوا على المتخرصين ويردوا على أصحاب النيات السيئة الذين كانوا يريدون أن تتحول هذه الثورة إلى فوضى، لكي يشمتوا بها أو لكي بأقل تقدير لكي يسقطوا ما بيد الثورة. على كل حال، السيد مقتدى الصدر هدد أو نبه، قال بأن الشعب هذا اليوم على أبواب المنطقة الخضراء وغدا فيها. كان ينبغي على الأخ العوادي وعمار طعمة وغيرهم أن ينتبهوا لهذه المقولة وأن لا يقفوا بإزاء. هنا معنى كلمة بإزاء أن لا يواجهوا، وليس المواجهة المسلحة، أن لا يقفوا أمام المتظاهرين، يعني يتجنبوا هذا الطوفان الشعبي. ومن لم يفعل ذلك فهو أحمق، لأنه وضع نفسه في غير موضعها. من الضامن؟ صح، كان الذين دخلوا إلى المنطقة الخضراء كانوا صحيح أغلبهم سحنتهم ويمكن أن نطلق عليهم بأنهم كانوا صدريين ومطيعين لقائدهم، ولكن من يضمن مشاعر إنسان فقد أخوان اثنين في سبايكر وذهبت دماء إخوته أدراج الرياح؟ من يضمن مشاعر إنسان صار له 5 سنوات قاعد بحي التنك لأنه لم يجد بيتا يسكن فيه؟ من يضمن مشاعر إنسان رأى بأم عينيه أبناء الشهداء وهم يتسولون الناس في تقاطعات الطرقات؟ هذه مشاعر، هذه لا يمكن السيطرة عليها حتى في أوروبا، حتى في الدول التي نرى بأنها متحضرة. شالوا وزراء ذبوهم بمكب بالنفاية، قاموا في البرلمان ضربوهم صفعوهم على وجوههم. هذه مشاعر شعبية. الأحمق الذي لا يجيد لعبة السياسة هو من يقف بإزاء الشعب والشعب غاضب. بالمناسبة أيضا أكو إشارة مهمة، رجاء أوجعتم رؤوسنا وصدعتم رؤوسنا، عندكم 40 برلماني تحت قبة البرلمان، أنتم الصدريين عندكم وزراء. اسمعوا أخوان، رجاء نقولها بوضوح،
احنا عندنا 40 برلماني يشتغل لله ولرسوله ولهذا الشعب ويحترم نفسه، فهو برلماني عندنا محترم. زين، والدليل على ذلك همين عندكم إشارة، والدليل على ذلك حاكم الزاملي بدأ بالتظاهرات منذ اليوم الأول، وبدأ متظاهر واعتصم مع المعتصمين، ياكل من اكلهم ويشرب من شربهم، وينسق مع القوات الامنيه، وينسق لهم مع الدوائر الحكوميه، وبالتالي الرجل احترم ورفع على الرؤوس، رفع على الاكتاف. الشعب شو يريد يعني؟ المتظاهرين والمعتصمين شو يردون؟ يردون انسان يخدم قضيتهم، ولذلك غير انضرب راشديات وهذا الرجل رفع على الاكتاف. هاي انتهينا منها، بعد نتناقشون اياها، لا تناقشون بها قصدي. اما قضيه انه عندكم 40 برلماني، بلي عندنا 40 قرد بالبرلمان، اللي يشتغل عدل ويشتغل لمصلحه الشعب نخليه على رؤوسنا، سواء كان صدري او غير صدري. زين، اما صدري ويقعد يشتغل لي مثلا لمصلحته، وهذا قرد حاله حال القرود اللي موجوده تحت قبه البرلمان. فلا حد يسولف لي ويقول لي انتم عندكم برلمانيين، هذه القضيه لا تكررها، ما نريد نتعبكم بها. فاحنا بالنهايه نقول بانه الناس اللي تعرضوا للاعتداء نتيجه سوء تصرفهم ونتيجه وضعهم لانفسهم في مواضع ليسوا أهلا لها. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق. شكرا جزيلا.